بتمنى كل من اللي شاهد هذا الفيديو واستفاد منه يعني يدعمنا بتعليق أو بلايك ومشاركة مع أصدقائكم. وأي أسئلة إلكم حابين تعرفوه أو تتعلموه عن آلة الساز والبغلمة أو البزق، اكتبوا بتعليقات أمنياتكم وإن شاء الله رح أرد عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سرباس شاشان. وبهاي الحلقة رح نحكي عن شيء مهم كتير، اللي هو تركيب برادي الساز والبغلمة أو حتى البزق كمان نفس المبدأ. هذا الفيديو كنت حابب أعمله من زمان ولكن ما كانت فيه الفرصة المناسبة. هلأ عندي ساز عم بشتغل بالبرادي تبعيته بعد ما خلصت الشغل بالزنت، فعم بشتغل فيه وحبيت أفرجيكم. وهذا كان طلب بعض المشتركين كمان كيفية تركيب البرادي. وطبعا في كتير ناس سألوا انه اذا بيلتقى عندي برادي. قبل هلا ما كان في عندي، بس هلا صار في عنا خيوط البرادي كمان للتركيب. فهلا رح اشرح لكم كيفية تركيب البرداية. طبعا هذا الخيط النايلون اللي حطيته انا هو عبارة عن انه يكون عالي شوي منشان انه ادخل البرداية من تحتها. وهلا وانا وعم ركبها راح تعرفوا شو اللي عم بقصده بالضبط. اللي ما عنده مثلا يحط هاي، يعني بامكانه يحط دبوس كمان بجنبه كمان بيمشي الحال. يعني هي اصلا الفكرة كانت دبوس او قطعة حديد ضعيفة، فأنا فضلت حط هذا النايلون إنه المسافة عندي طويلة، فلصقت من فوق ومن تحت وصار فينا نشتغل. خلونا نبلش على بركة الله. وقبل ما نبلش بالتركيب بس معلومة صغيرة بدي أخبركم يا أصدقائي، إنه تركيب البرادي جدا مو سهل ولازم الواحد يكون حذر، لأن مثل ما شايفين هي أصابعي، يعني أنا جرحت نفسي هون وهون، يعني عشت. بس كونوا حذرين. في بعض يعني بعض الصناع بيلصقوا لاصق على ايدهم، هذا اللاصق الورقي، ولكن انا ما حبيته، يعني ما بيسحط وهيك، يعني اذا الواحد ما كان متعود عليه فشوي صعب. المهم هلا الطريقة بهذا الاصبع لفة لفتين. وين انا بدي احط البرداية؟ انا بدي احط البرداية هون، ففوق منها بشوي بعمل هاي الحركة. شايفين الميول؟ ما جبته ساوي، جبته مايل شوي، كمشته بإصبعي من ورا، سحبته هيك بالنصف، برجع بلف عليه مرتين، مرة الثالثة. طبعا بحاول أنا وعم حطه كله بانتظام، وحدة ورا وحدة، ومن الورا كمان لازم تكون منتظمة. بسحبها لآخر مرة. هي صارت 4 فتلات أو 4 عقد. فهلا هات راح أمرقه من هون، شفتوا؟ وبسحبه هيك، وهون صار فيني شده. فبرجع هدول من ورا، بعملهم على السوا وبشد قد ما بستطيع. هلا شوي صعب علي لانه انا عم بشتغل من وراء الكاميرا، بس انه هذا مبدأه. بعد منا كيف بفتله تمام، وبسحب انا هات بجيبه من هون وتسك، وصل لهون. هلا هون صار منطلق العقدة، فبرجع بجيب هات
مو هذا اللي سحبته، وارجع تجيب الثاني وبسحبه وبعيد الكرة كمان بجيبها محله. جدا صعب علي، عم بشتغل من ورا الكاميرا يا دوب عم بتنفس. هات سامحوني يعني اذا الصوت مو صافي. هات راح اسحبه كمان بالعكس، يعني كل مرة بسحب هذا هيك بتجيب الطرف الثاني ولكن من فوق هيك بلف عليه. سحبته كمان برجع بجيب هاد من فوق. طبعا هي 4 مرات بتكفي، يعني هيك الصناع قالوا لي، ولكن انا بفضل انه اعقدها عدة مرات مثل ما شايفين هون، يمكن من 8 ل 10 عقد تقديريا، بإمكان الواحد يعدهم يعني شغلة. أنا بس أنا بحب تكون يعني مضمونة أكتر. برجع بنفتله هذا هيك. أنا عملته هذا فيديو مفصل، يعني حاولت قد ما فيني إن تكون الإنارة واضحة. ناخد نفس، يعني سامحوني عم بشتغل من ورا الكاميرا، يا دوبني عم بوصل للزنت. فمثل ما شايفين كل ما بسحبه أنا من هون بجيب الثاني من فوق. هذا الشيء بيخليه ينعقد عقدة مناسبة، طبعا مع الشد. هلا هيك كمان مرة وهيك، وبرجع بجيب هاد من فوق. فهمتوا العملية؟ برجع بجيبه هاد من هون، برجع بجيب هاد من هون. طبعا يا ريت تكون كل العملية وهي مشدودة. هلا انا بجوز تكون هاي البرداية رخوة لاني ما فيني يعني اسحبها ولا رح توقع الآلة، لاني سندها هيك تسنيدة. لآخر مرة رح اعقدها منشان بعد منها رح نقصها. تمام، هاد دخلناه كمان لآخر مرة وبشده منيح. شايفين أصدقائي؟ هاد محله هون، بس أنا مقصود حطيته فوق. هلا شو بساوي؟ بجي بسحبه، طبعا ينسحب بالإيدين، عفوا هيك يعني. تمام، بدي اسحبه لمحل النقطة اللي أنا بدي. هلا هون في شغلة صغيرة لازم تعرفوها، إنه أحيانا البرادي بتركب فوق بعض، فأنا بحط إصبعي وبمشيه هيك وخلص بيصعد وبيركب محله. بعمله هيك ساوي، هاد برجعه كمان شوي لورا، هيك صارت جاهزة. فعملية القص مشرط حاد. بعد شايفين هذا البعد على هذا البعد، بس خلوني اتحكم بالآلة اتمشى. شايفين هذا البعد بكفي. بهي الطريقة نكون ركبنا برداية. طبعا لا الحمد لله هي مشدودة ومنيحة. تمام، هيك بنكون خلصنا عقد البرداية هي. رح احاول اعمل كمان وحدة بشكل اسرع، انه ما رح احكي، بس انه رح الف تاني مرة منشان تنتبهوا تاني مرة. رح اعمل وحدة تانية كمان مثل ما قلت، عقدتين على اصبعي. وهاد كان هيك شوي لفوق، برجع بجيبه هيك، برجع بلفه هيك
3 وهي العقدة الرابعة، وهوي يعني الخامسة ما بكمل، بفوته بالمجرحات وهون بساويهم، بشده، بسحب هاد، ثواني بس، بسحب هاد هيك وهاد بدخله من هون، بشده وبجيب هاد عم بيسحط معي، وجبنا هاد من هيك، وهاد دائما من فوق. مثل ما قلنا نتأكد انه جاي سليم. كانوا راكبات على بعض لاني عم بشتغل من ورا الكاميرا، فصعب علي انه اركز. المهم هلا هيك زبطناه على السوا، وهيك بسحبه. طبعا لازم يكون بالايدين. سحبناه لهون، هيك صار جاهز للقص. مثل ما قلت مثل ما قلنا على هذا البعد. تمام. هيك بنكون خلصنا. طبعا العقد كمان لها عدة أساليب، يعني هي مو بس هاي الطريقة، في عدة طرق كمان، ولكن هاي كانت طريقة من إحدى الطرق، وإن شاء الله بالمستقبل راح أنزل طرق تانية كمان. وهيك على هذا النحو بنكمل تا يكمل السانس. هيك صارت عنا يعني عقد برادي حلوة، وموفقين إن شاء الله بمسيرتكم الفنية. بتمنى كل من اللي شاهد هذا الفيديو واستفاد منه يعني يدعمنا بتعليق أو لايك ومشاركة مع أصدقائكم. وأي أسئلة إلكم مستقبلا حابين تعرفوه أو تتعلموه عن آلة الساز والبغلمة أو البزة، أي معلومات فنية حابين تعرفوها، اكتبوا بتعليقات أمنياتكم وإن شاء الله رح أرد عليها كلياتكم.